مصر في عهد الدولة الوسطى كانت قوة اقتصادية عظمى بيتعمل لها ألف حساب. بس يا ترى ازاي مصر قدرت ان هي توصل لذروة الدولة الوسطى، وايه اللي حصل لمصر بالتفصيل في ذروة الدولة الوسطى؟ كل ده هنعرفه ان شاء الله في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ في الكلام في تفاصيل حلقة النهاردة، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وحابب طبعا اعرف اراء حضراتكم في التعليقات. وهنبدأ الكلام في تفاصيل حلقة النهاردة من النقطة اللي وقفنا فيها في الحلقة اللي فاتت. وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند النقطة اللي بنى فيها الملك سنوسرت حصون بين النوبة اللي تحت السلطة المصرية والنوبة اللي ما كانتش تحت السلطة المصرية. وبعد كده أمر الملك سنوسرت إن حماة الحصون دول يرسلوا له تقارير. التقارير دي شاملة ووافية عن أنشطة وحركات السكان المحليين اللي كانوا موجودين في المنطقة دي. وبعد التقارير دي فعلا وصلت لنا ووصلت لبعض علماء الآثار، واللي بتكشف مدى اهتمام الملك سنوسرت بتأمين الحدود الجنوبية. وكان في قبائل موجودة في المناطق النوبية اللي ما كانتش تحت السلطة المصرية. اسم القبائل دي هي قبائل المدجاي. وقبائل المدجاي ما كانش مسموح ليهم ان هم يدخلوا بالسفن بتاعتهم لجوه الحدود البحرية المصرية، ولا مسموح ليهم ان هم يخشوا بالقطعان بتاعتهم لجوه مصر. بس كان مسموح ليهم ان هم يوصلوا لغايه الحدود الجنوبيه المصريه، لان كان بيحصل تبادل تجاري بين المسؤولين التجاريين اللي موجودين جوه الحصون دي واللي كانوا تابعين للحكومه المصريه، وبين المسؤولين اللي كانوا موجودين في قبائل المدجاي. وبعد كده في السنة 19 من حكم الملك سنوسرت بعت حملة تانية، بس للأسف رجعت الحملة دي لقواعدها مرة تانية بسبب ان حصل انخفاض ملحوظ لمستوى نهر النيل، وده عرض الحملة برمتها للخطر. وسجل واحد من جنود الملك سنوسرت بعض التحركات العسكرية للملك لبعض المدن الفلسطينية، وكانت واحدة من المدن دي واللي اتذكرت بالاسم هي مدينة شكيم. وبيعتقد معظم علماء الآثار ان التحرك الوحيد اللي حصل في عهد الدولة الوسطى بشكل عسكري لفلسطين كان في عهد الملك سنوسرت، وما حصلش مرة تانية ذكر لأي تحرك عسكري تم من الأراضي المصرية لبعض الأراضي الفلسطينية إلا في عهد الملك سنوسرت. وبالنسبة للإنجازات المحلية اللي قام بيها الملك سنوسرت، بيرجع الفضل للملك سنوسرت انه نقل عدد كبير جدا من السلطات اللي كانت موجودة في ايد حكام الاقاليم ويديها للحكومة المركزية عشان يقدر يحافظ على تماسك المملكة بشكل اكبر. وقدر الملك سنوسرت ان يقسم مصر لثلاث اقسام رئيسية. القسم الاول اسمه القسم الشمالي، والقسم الثاني اسمه القسم الجنوبي، والقسم الثالث واللي اسمه غريب جدا هو اسمه قسم رأس الجنوب. واسم قسم رأس الجنوب ده بيرجع لعدة مقاطعات موجودة في مصر، وهي أجزاء كبيرة جدا من مصر السفلى اللي هي الجزء الشمالي، وبعض الأجزاء القليلة جدا من مصر العليا اللي هو الصعيد أو الوجه القبلي أو القسم الجنوبي، وبعض المدن الطيبية اللي كانت بتحصل فيها الحروب بين الأسرة الطيبية وبين ملوك أهنسيا، ودي اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل أيام ما كنا بنتكلم عن الفترة الانتقالية الأولى. وكل منطقة أو مقاطعة من الثلاث مقاطعات اللي اتكلمنا عنهم كان بيديرها مراسل أول، وبعد كده مراسل ثاني، وهيئة من المسؤولين والكتاب، وبعض المجالس العمومية. وعلى الرغم من ان الملك سنوسرت ما خدش اي اجراءات ضد حكام الاقاليم، الا ان من الملاحظ ان قوة حكام الاقاليم تناقصت بشكل كبير جدا بسبب ان الحكومة المركزية قمعت حكام الاقاليم واخذت عدد كبير جدا من السلطات اللي كانوا بيتمتعوا بيها، وقدروا ان هم يحكموا قبضتهم على كل المملكة المصرية في عهد الملك سنوسرت. وساب الملك سنوسرت وراه إرث كبير جدا، لأن معظم الملوك وعلماء الآثار بيعتبروه إنه كان الملك المحارب الوحيد في عصر الدولة الوسطى. واتذكر الملك سنوسرت الثالث في بعض السجلات اليونانية اللي كتبها المؤرخين اليونانيين باسم الملك سيزوستريس، ونفس الاسم ده اتذكر برضو من قبل المؤرخين اليونانيين على معظم الفراعنة اللي كانوا موجودين في عهد الدولة الحديثة واللي كانوا برضو حكام محاربين زي الملك سنوسرت الثالث. اما بالنسبة للمستوطنين النوبيين اللي كانوا موجودين في الجزء النوبي اللي تابع للدولة المصرية او للمملكة المصرية في الوقت ده، كانوا بيعتبروا الملك سنوسرت الثالث على انه اله راعي، وانشأوا ليه التماثيل في المعابد وكانوا بيعبدوه بشكل كامل.
اما بالنسبه لفتره حكم الملك سنوسرت الثالث فهي لغايه دلوقتي محل جدل كبير بين علماء الاثار، لان مفيش سجلات او برديات بتوضح مده حكم الملك سنوسرت الثالث. وبدأ الملك أمنمحات الثالث ابن الملك سنوسرت الثالث ان هو ياخد مقاليد الحكم في السنة 19 من حكم الملك سنوسرت الثالث، وبيعتقد معظم علماء الآثار ان دي اخر فترة او اخر مدة تم ذكر فيها اسم الملك سنوسرت الثالث. وبعض علماء الآثار برضو بيرجحوا ان هي السنة اللي انتهى فيها حكم الملك سنوسرت الثالث. ورغم ان بدأ الملك أمنمحات الثالث يحكم مصر بشكل مباشر من السنة رقم 19 لحكم الملك سنوسرت الثالث، الا ان تم العثور على بعض الاثار اللي موجودة في حطام المعبد الجنائزي للملك سنوسرت الثالث بتوضح ذكر للسنة رقم 39 من حكم الملك سنوسرت الثالث. وده بيأكد ان كان في فترة حكم مشترك طويلة جدا بين الملك سنوسرت الثالث وابنه وولي عهده الملك أمنمحات الثالث. اما بالنسبة لعهد الملك أمنمحات الثالث فهو بيعتبر ذروة عهد المملكة الوسطى او ذروة عهد الرخاء الاقتصادي. اما بالنسبة للملك أمنمحات الثالث فقدر ان هو يستغل موارد مصر بشكل كبير جدا من خلال البعثات اللي كان بيبعتها لسينا، واللي قدر من خلال البعثات دي ان هو يعمل تشغيل دائم لمعسكرات التعدين اللي كانت موجودة في شبه جزيرة سيناء، واللي ما كانش قادر الحكام المصريين قبل كده ان هم يشغلوها بشكل دائم، وكان بتشتغل بشكل متقطع على اساس شبه دائم. وقدر برضو ان هو يستغل موارد المملكة المصرية على كل المجالات الزراعية والصناعية والتجارية. وتم تسجيل انجازات الملك أمنمحات الثالث على الجدران وفي بعض المعابد اللي كان بيبنيها الملك أمنمحات الثالث في عهده. واحدة من الاشارات اللي بتأكد انجازات الملك أمنمحات الثالث ان كان في 25 اشارة منفصلة بتوضح بعض البعثات اللي كان بيبعتها الملك أمنمحات الثالث لبعض مراكز التعدين اللي كانت موجودة في شبه جزيرة سيناء، وفي 4 اشارات منفصلة ل4 بعثات مختلفة كان بيبعتها الملك أمنمحات الثالث لمنطقة وادي الحمامات اللي موجودة على ساحل البحر الأحمر. من واحدة من الاشارات دي بتسجل ان كان في 2000 عامل موجودين بس في المنطقة دي. وقدر الملك أمنمحات الثالث انه يكمل تعزيز الدفاعات المصرية اللي موجودة في الحدود النوبية عشان يحمي مصر من خطر الهجمات اللي بتيجي من بعض القبائل الخارجية. وقدر برضو ان هو يكمل مشروع استصلاح اراضي الواحات. وبعد فترة حكم استمرت 45 سنة مات الملك أمنمحات الثالث وخلفه ابنه الملك أمنمحات الرابع اللي حكم مصر بس 9 سنين، وما كانش فيه إلا آثار قليلة جدا بتأكد عهد الملك أمنمحات الرابع. ومن الواضح إن بداية من عهد الملك أمنمحات الرابع بدأ الضعف يدب في جسد الأسرة ال 12، وده اللي بتأكده تفسيرات كتيرة جدا. ومن الحاجات اللي بتأكد الكلام ده بعض السجلات اللي تم العثور عليها بتأكد انخفاض ملحوظ كبير جدا لمستويات النيل السنوية، واللي بدأت تحصل بشكل كثيف جدا بداية من أواخر عهد الملك أمنمحات الثالث. وطبعا نتيجة الانخفاض الملحوظ لمستوى فيضان النيل ده بيؤدي مع الوقت لانخفاض ملحوظ برضو في مستوى جني المحاصيل اللي بتتم كل سنة، وده اللي مع الوقت أدى لزعزعة استقرار الأسرة ال 12 في حكم مصر. وطبعا بسبب الطول المفرط والكبير جدا والملحوظ بشكل كبير للملك أمنمحات الثالث أدى ده مع الوقت لظهور مشاكل في الخلافة أو في ولاية عهد الملك أمنمحات الثالث. واللي بيأكد الفرضية دي صعود الملكة سبكنيفر لعرش مصر، وهي أول ملكة مصرية بتصعد لعرش مصر، وتم صعود الملكة دي لعرش مصر بعد نهاية عهد الملك أمنمحات الرابع. وبسبب الضعف العام اللي كان موجود في المملكة المصرية قبل صعود الملكة سبكنيفر لحكم مصر، فللأسف توفت الملكة سبكنيفر بعد 4 سنوات من حكمها، وما كانش ليها أي وريث شرعي لعرش مصر. عشان كده انتهى مع نهاية عهد الملكة سبكنيفر عهد الذروة للمملكة الوسطى، وانتهى معاها حكم الأسرة ال 12 لعرش مصر.
ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن تراجع عهد الدولة الوسطى. وبالنسبة لتراجع عهد الدولة الوسطى بعد نهاية عهد الملكة سبكنفرو، بيعتقد معظم علماء الآثار إن حكم مصر بعديها ابنها سوبك حتب الأول، وبيعتقد برضو معظم علماء الآثار إن اللي حكم مصر بعد الملكة سبكنفرو هو وجاف، واللي كان قائد القوات المصرية. وبعد نهاية عهد الملكة سبكنفر ما حكمش مصر حكام قعدوا في الحكم اكتر من 10 او 15 سنة، وده اللي سبب بعد كده ضعف عام في جسد المملكة المصرية. وبتعتقد بعض المصادر المصرية القديمة ان الملوك اللي حكموا مصر من 10 ل 15 سنة هم البذرة والملوك الأوائل اللي حكموا مصر من الأسرة 13، على الرغم إن مصطلح أسرة بيعتبر مضاد للملوك دول، لأن الملوك دول ما يعتبروش من نسل واحد وبيعتبروا من أنساب مختلفة. وبسبب العهد القصير للملوك دول ما شاهدش عليهم عدد كبير جدا من الآثار، وما تمش ذكرهم في عدد كبير جدا من البرديات الا في بردية تورين، واللي بيتم الاعتقاد ان البردية دي مضللة لان هي بتعتبرش مصدر موثوق للمعلومات عن الحضارة المصرية القديمة. وبعد نهاية عهد الملوك اللي كان عهدهم قصير وفترات حكمهم قصيرة جدا، حكمت سلسلة تانية من الملوك كان حكمها اطول شوية، وتدرج بين من 50 سنة ل 80 سنة. وبعد فترة الضعف اللي حصلت لملوك مصر بعد نهاية عهد الأسرة ال 12، حكم مصر ملك قوي رغم ان فترة حكمه كانت 11 سنة بس، هو الملك نفر حتب الأول، واللي قدر ان هو يرجع استقرار ويبسط سيطرته على الصعيد مصر والدلتا والنوبة. بس للأسف بسبب قصر فترة حكمه في بعض المدن ما قدرش ان هو يرجع الاستقرار والسيطرة المصرية عليها، زي مدينة سخا ومدينة افاريس. والملك نفر حتب الأول تم الاعتراف بيه في الوقت اللي كان بيحكم فيه مصر على انه ملك على مدينة جبيل، ومدينة جبيل دي هي لبنان في الوقت الحالي او الجمهورية العربية اللبنانية. وده اللي بيأكد ان الملك نفر حتب الأول كان واحد من اقوى ملوك مصر في عهد الأسرة 13، وده بيأكد ان عهد الأسرة 13 كان في بعض القوة اللي كانت موجودة في عهد الأسرة ال 12 على الأقل في عهد الملك نفر حتب الأول. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية أكمل كلامي معاكم عن عصر الدولة الوسطى أو عصر الرخاء الاقتصادي، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.